هنالك 3 أعمال، هذه الأعمال الثلاثة جاء في وصفها كفارة من الجمعة إلى الجمعة. يعني كم الأمر عظيم، كم الفائدة، كم الربح وافر أن تصفي حساباتك مع رب العالمين من يوم السبت إلى الخميس. أولا، وما أسهلها من عمل أن تلتزم بسورة الجمعة ليلة الجمعة. سورة الجمعة فيها ذكر للجمعة، لا تهمل هذه السورة ليلة الجمعة ويوم الجمعة في صلاة الظهرين. إذن هذا الالتزام كم يكلفك؟ لا يكلفك شيئا كثيرا. هذا أولا. غسل الجمعة أيضا، هذا الغسل الذي ذهب البعض من القدماء إلى شبهة وجوبه، هذا الغسل الذي ورد فيه من التأكيد ما ورد. إذن هذا الغسل أيضا كفارة وطهر للمؤمن من الجمعة إلى الجمعة. وثالثا، بين الطلوعين أيضا التزم بهذا الدعاء. نعم، كفارة للذنوب بعد صلاة الفجر قبل أن تتكلم، هكذا ورد. كفارة للذنوب من الجمعة إلى الجمعة. إذا نحفظ عنا هذه المراحل الثلاث: الغسل وسورة الجمعة وهذا الدعاء الذي نقرأه بعد صلاة الفجر من يوم الجمعة. ماذا تقول؟ اللهم ما قلت في جمعتي هذه من قول، أو حلفت فيها من حلف، أو نذرت فيها من نذر إلى آخره. الهج بهذه تلتزم بهذه الأعمال الثلاث لتصفي ما بينك وبين الله عز وجل من تبعات علقت بك طوال الأسبوع من السبت إلى الخميس. وسيأتي في حديث لاحق بإذن الله عز وجل من معالم ليلة الجمعة ويوم الجمعة أن نكثر من الصلاة على النبي وآله. جعلنا الله عز وجل ممن غفر لهم وشكر سعيهم وكفر ذنوبهم.